اليوم غنهضروا على الآفاق الدراسية من بعد البكالوريا في المغرب، حيت بزاف ديال التلاميذ كيدوزوا الباك وكيبقاو محتارين شنو المسار اللي نختارو، فين نمشيو، وشنو الفرق بين المدارس والكليات والمعاهد والتكوين المهني. بصفة عامة، الآفاق الدراسية من بعد الباك في المغرب كتقسم لعدة مسارات كبار. أولاً، مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود. هاد المؤسسات معروفة بجودة التكوين، ولكن المقاعد فيها قليلة بزاف، ولذلك الولوج ليها كيكون بالانتقاء الأولي حسب النقاط، أو بالمباراة، أو بجوجهم. من بين هاد المؤسسات كاينين كليات الطب والصيدلة، كليات طب الأسنان، المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس إنا، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية إنا، المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن ليزينفام، المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ليزينسا، المدارس الوطنية للتجارة والتسيير ليزينسيجي، المدرسة الحسنية للأشغال العمومية لو اش تي بي، المدرسة الوطنية العليا للكيمياء لو ان اس سي كا، المدرسة الوطنية العليا للمعادن مين غابا، المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة ليزيت، مدرسة علوم المعلومات إيزي، المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة إنياد، المدارس العليا للتربية والتكوين ليزيسيف، المدارس العليا للأساتذة والتكوين ليزينيس. وكذلك كاينين الأقسام التحضيرية للمدارس العليا سي بي جي او وشهادة التقني العالي بي بي اس، ورغم أنهم تابعين لوزارة التربية الوطنية ماشي الجامعة، ولكن كيبقاو من المسارات القوية. الأقسام التحضيرية سي بي جي او القراية فيها 2 سنين، وكيحضروا الطلبة لاجتياز مباريات المدارس العليا الكبرى، وكيطلبوا مستوى عالي في الرياضيات والعلوم والانضباط. أما بي تي اس كيتقرا في 2 عام وموجه كتر لسوق الشغل، ويمكن من بعد تكمل القراية. ثانياً، مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح. هاد المؤسسات تابعة للجامعات العمومية، والولوج لها مفتوح لحاملي البكالوريا، شرط تكون الشعبة مناسبة مع المسلك. الدراسة فيها كتخضع لنظام الإجازة، الماستر، الدكتوراه. من بين هاد المؤسسات كليات العلوم FS، كليات الآداب والعلوم الإنسانية FLSH، كليات القانونية والاقتصادية والاجتماعية FSGUS، كليات العلوم والتقنيات FST، المدارس المتعددة التخصصات FPH، كلية علوم التربية FSEC، كليات الشريعة، كلية اللغة العربية، كلية أصول الدين. بعض المسالك كيديروا انتقاء، ولكن الأغلبية الولوج فيها مفتوح. ثالثاً، المعاهد العليا. المعاهد كتعطي تكوين متخصص ومطلوب في سوق الشغل، والولوج لها غالباً بمباراة وانتقاء. من بينها المعهد العالي للإعلام والاتصال ليزيك، المعهد العالي الدولي للسياحة ليزيت، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة إيافي، المعاهد العليا للمهن التمريضية ليزيبيتس، المعهد العالي لعلوم الصحة ليزياس، المعهد العالي لعلوم الرياضة ليزياس، المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ليناس، المعهد العالي للفن المسرحي ليزاداك، المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث لينساب، المعهد العالي للسمع البصري والسينما ليسماك، المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ليسكايو، المعهد الوطني للبريد والمواصلات لينبيتي، المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي لينسيا، المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير لينايو، المعهد العالي للقضاء ليسم، مؤسسة دار الحديث الحسنية، معهد محمد السادس لتكوين الأئمة، معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية. خامساً، العسكري وشبه العسكري. هاد المسار كيطلب انضباط كبير، لياقة بدنية وفحوصات طبية. من بين المؤسسات الأكاديمية الملكية العسكرية إغام، المدرسة الملكية الجوية إغا، المدرسة البحرية الملكية إغن، المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية،
المعهد الملكي للشرطة، الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين. الطلبة كيستافدوا من السكن، اللباس والتطبيب. سادساً، التكوين المهني. التكوين المهني موجه للإدماج السريع في سوق الشغل، وكيشرف عليه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذلك قطاعات أخرى. كيشمل مستويات تقني متخصص. من بين مؤسسات التكوين المهني EFMEA صناعة السيارات، ESMAL طائرات، ESTAH سياحة، معاهد المعادن، معاهد الأشغال العمومية، معاهد النقل واللوجستيك، معاهد الفلاحة، معاهد الصيد البحري، معاهد الإسعاف الصحي. سابعاً، المراكز، بحال المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين CRMOF، مركز التوجيه والتخطيط التربوي كوب. الخلاصة، ما كاين حتى مسار حسن من الآخر، كاين غير المسار اللي مناسب ليك حسب النقط، حسب الميول، وحسب الهدف ديالك. الاختيار الصحيح من بعد الباك هو أول خطوة في النجاح.